بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل سمك اسمه سمك سيوف مع رز صيادية وكابوريا كده، تتبيلة خطيرة وسلطة هيعجبكم قوي. بس قبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا لي في القناة، تفعلوا الجرس وتحطوا اللايك عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا نسمي الله ونبدأ بالمقادير. ده كيلو من السمك السيوف، انضفه ومقطعه منه. هوريكم ازاي تنضفوه وتقطعوه. ودي كابوريا، هي مش كبيره بس مليانه. اليومين دول اوانها يا جماعه. وبرضه منضفاها اهو، نقعاها في حبه ميه وملح وليمونه. دول حوالي 3 بصلات، راس توم بقرن فلفل اخضر وكمون وحبه شطه وملح، رز، ليمون وقرن فلفل اخضر، طماطميه متقطعه، فصين توم، فلفل اسود، شطه، ملح وكمون. ويلا نسمي الله. اول حاجه هعملها نشيل الراس بتاعتها. هي سمكايه بتتميز بصراحه ان هي نضيفه جدا اهي. وفي الديل بتاعها ده كده تشيليه اهوت. فيها حته من البطن كده تفتحيها بالشكل دوت. هي مبطرخه يا جماعه وطعمها تحفه. ده البطروخ بتاعها اهيت. ودي البطن بتاعتها، مفيهاش بطن ولا فيها اي حاجه، حاجه خفيفه وبسيطه قوي. خليها طبعا البطروخ فيها. سمكه نضيفه جدا وطعمها تحفه، كانك بتاكلي صبيط. وهنا طبعا دي كبيرة، انا جايباها كبيرة بقسمها على 3 كده، اصغر تقسميها على 2. او ده بيبقى حجمها على فكرة، في الزيت بتنفش ويبقى بطعمها تحفة قوي. هوريكم دلوقتي. اهو بنتخلص من الراس ودي حتة الديل الصغننة دي، ومن عند البطن كده بنفتح فتحة بسيطة. هي اوانها في شهر 7 وفي 8. نشيل حتة البطن، مبطرخة برضو اهي. بنقسمها بالشكل دوت. اما تيجي تجيبيها جيبيها كبيرة كده، ما تجيبهاش صغيرة. هنا طبعا كنت غسلته اهوت كلها مبطرخة. معايا بولة بقى فاضية، هنزل بيها بحوالي 2 معلقة من الثوم وقرن فلفل اخضر وكمون وشطة وملح وليمون. نقلبها كده كويس في الليمونة. دي تتبيلة يا جماعة، قلبناها كده كويس. هنزل بقى بيها في السمك. دي التتبيلة، احنا ولا بنحشي بطنه ولا اي حاجة. دي تتبيلة جميلة، نقلبها فيها كده وتسيبيها حوالي نص ساعة يشرب من التتبيلة دي. تتبيلة السمك العادية يعني اهي. قلبناه كده، نسيبه حوالي نص ساعة عقبال بقى ما تتقعد معانا شوية في التتبيلة. معايا حلة سخنة على النار، هنزل بيها بالكابوريا بتاعتنا. هي الكابوريا صغيرة بس مليانة. حطينا الكمية بتاعتها. دي حوالي بصلاية صغيرة بالشكل دوت. هنزل عليها بقى بالطماطمية وملح وكمون وفلفل اسود، زائد بقى فصين من الثوم، فصين بالعدد، بيدوها نكهة جميلة قوي ونفس حلو. على فكرة انا بعمل لها شوربة بس مش بنشربها، بنحب شوربة الجمبري اكتر. واللي حابب شوربة الكابوريا مفيش اي مشكلة يشربها، طعمها جميلة برضو. قلبيها اهم حاجة كويس في الخلطة دي. ممكن تعمليها بنفس الخلطة كده وتحطيها في برام او في صينية في الفرن، وممكن من فوق كده بحبة مية صغيرين وتسيبيها تستوي. وطينا النار عليها بقى، وهي ما بتاخدش وقت على النار، بتاخد حوالي 10 دقايق.
معايا حلة تانية على النار فاضية، هحط فيها حبة من الزيت حوالي ربع كوباية، وهنزل بقى حوالي بصلتين عشان نعمل رز صيادية. نشوحها في الزيت كده لحد ما تتحمر معانا. طبعا معروف ان الرز الصيادية البصل بتاعه بخليه يحمر قوي اهوت، ده مش محروق يا جماعة، ده متحمر كويس. هنا اول ما نوصل للون ده في المرحلة دي معايا معلقة من التحديقة بتاعت السمك اللي هي الثوم، نقلبها كويس كده. انا ما بحمرهوش فيها، انا يا دوبك كده اشم ريحته. الخطوة دي بتديله طعم جميل قوي. انزلي بقى بالمية، حطينا كمية المية، انا بحط كمية المية على كمية الرز، يعني مج المية عليه مج رز. اهو بصوا لونها هنا معايا غليت اهيت، بوريكم برضو لونها اهوت. لونها جميل جدا، هتشوفوا لون الرز دلوقتي. دول مجين من المية عليهم مجين من الرز، انا بحب اعمل الرز بالمعيار. طبعا الرز ده مغسول ومتصفي اهوت. هنسيبه يتشرب معانا. نشوف الساعة الكابورية دلوقتي. اهي كده خلصت معانا اهيت، بصوا لونها وريحتها تحفة بالتتبيلة اللي انا عملتها فيها. جربوها على الطريقة دي هتعجبكم قوي. هنا الرز كان اتشرب معانا، بصوا لونه يا جماعة عامل ازاي، لونه جميل جدا هيعجبكم قوي. هنا وطينا بقى النار عليه. نيجي بقى هنا نبهر السمك بتاعنا، عبارة عن ربع معلقة من الكركم على كوباية من الدقيق. نقلبها كويس وناخده بقى من السمك ونبدره. نفضي بقى السمك بتاعك كده عشان الزيت بتاعنا ما يتحرقش، هيفضل معاكي من اول حاجة لاخر حاجة من السمك والزيت ما اتحرقش برضو. هوريكم اهم حاجة تنفضيه كده كويس من الدقيق، وبدري على قد طاسة السمك في اي نوع من السمك بقى اهوت، على قد الطاسة بالظبط بالشكل دوت. معايا هنا طاسة فيها زيت مقدوح على النار، ما تسخنيش الزيت قوي لدرجة ان هو يحرق الحاجة اول ما تتحط، يا دوبك يقدح كده تنزلي بالطاسة بالسمك اهوت، على قد حجم الطاسة على قد ما ببدر. لو بدرناه كله وحطيناه هينزل مية على بعضه ومش هيبقى حلو. اهي اول ما تاخد معانا لون اهو الذهبي تحس ان هي اتحمرت تقلبيها. بصوا هينفش كده معانا كأنك بتاكلي صبيت مقلي، واحلى كمان. اول ما تحمر معانا اهو طبعا تطلعيه على طول. بيقعد على كل جنب حوالي 3-4 دقايق على نار وسط، ما تعليش النار ان هي تحرقه ولا توطيها ان هو ينزل ميه كده ويطرى اهوت. حطينا طاسه تانية اهيت، هنخلص بقى كل الكميه ونرجع لكم اهو. اهي الكابوريا خلصت والرز والسمك. نيجي بقى نغرف. معايا طبق احط فيه اي خضره عندك، بقدونس جرجير اي حاجه. رصي السمك بتاعك وكل رصه كده حبه ملح صغيرين وليمون اه بالشكل دوت، كل رصه على الوضع دهوت. طعمه جميل جدا يا جماعه هيعجبكم قوي، بس جربوه بالطريقه دي. جرنشي بقى زي ما انت عايزه، طماطمايه كده بنقطعها على هيئه ورده
وبتلفيها مع حبة خضرة كده وطعم تحفة. وادي الكابوريا رصيناها في الطبق، والرز. ودي سلطة عملناها طماطم وبصل فقط لا غير، وملح وفلفل اسود وليمون. ايه رأيكم بقى في الأكلة بتاعتنا النهاردة؟ طعمها تحفة والشكل جميل، وبألف هنا وشفا على قلبكم وقلبنا. وده الشكل النهائي بتاع الأكل بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبتكم الوصفة بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد في أسرار الطبخ مع أم ربيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.